حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. انا طالعه اطمن عليكم والله. طبعا انا عارفه الفيديو ده مش هيبقى مفيد قوي، هو مش في حاجه اللي انتوا تستفادوا بيها، بس كفايه ان انا اطمن عليكم، انتوا تطمنوا عليا وتشوفوني وكده. واحب اقول لكم برضو ان انا لما باجي اعمل فيديو وانزله كنت باخد راي الاستاذ ده اهو، على كده اهو. نفسه يظهر معايا في الفيديو، فقلت له تعالى هنقعد كده وندردش وهطلعك معايا في الفيديو. كنت بعمل فيديو ولا حاجه واجي اوريه له هو، والله ما كنتش بوريه لحد. حتى لما بنزل على التيك توك وكده اقول له ايه رايك يا مختار مش عارفه ايه، ولا يا ماما نزلي، يا ماما نزليه اهو. صح ولا لا؟ صح. هو صوته رايح اصلا، عنده برد وكده، فالحمد لله يعني صوته رايح. على الاقل مش سامعه صوته وجعجعته كده في البيت. طبعا ما بشورش حد غيره، ولما بنزل برضو انا طالعه اشكره والله. اقول لك شكرا ان انا باخد رايك يعني. آه، بس الحمد لله والله ببقى مبسوطه برضو لما بعمل فيديو انزله لكم، والناس برضو بتكتب لي كومنتات حلوه عليه. ده شيء يسعدني ويشرفني جدا. وهو برضو، وعلى فكره انا ما بقراش الكومنتات الا هو قاعد برضو اقول له شوف الناس كاتبه ايه رايك مش عارفه ايه. طبعا انا عارفه ان انتوا مش مصدقيني، بس والله ده اللي بيحصل فعلا. احنا ما بناخدش راي حد من بره، هو رايكم انتوا بتكتبوا لي في التعليقات، وهو انا باخد رايه في قلب البيت. يعني قبل ما انزل فيديو بروح جايه واخده رايه هو بس. اعمل مثلا فيديو على التيك توك ولا فيديو قصير للشورتس وكده، اقول له ايه رايك بتاع مش عارفه ايه، يقول لي حلو يا ماما نزلي. طب اقول له طب في حاجه الناس تضحك علينا فيها ولا لا، احنا مش عايزين حد يضحك علينا. يقول لي لا ما حدش يضحك علينا والله الفيديو جميل ونزليه. واتكلي على الله. احنا الحمد لله احنا طول الوقت متكلين على الله. وعايزه اقول لكم برضه ان هو اللي كان بيشجعني في اعمال الفيديوهات. على فكره احنا طول الوقت كنا قاعدين على اليوتيوب بنتفرج وكده، وناس كتير قوي كنا بنحبها دايما وبنتفرج عليها، وما زالت برضه لحد دلوقتي بنتفرج عليها. اللهم صل على النبي. اول ما كان يشوف فيديو ولا حاجه انا قاعده بتفرج عليه يقول لي يا ماما ما تعملي قناه زي ما هم ما عاملين. طب يا حبيبي هنعمل قناه هننزل عليها ايه؟ احنا ما عندناش هدف معين ننزله للناس وكده. قال لي اللي تطبخيه صوريه، اللي تعملي روتين في البيت صوريه زي ما الناس ما بتعمل. وفعلا انا سمعت كلامه، ومش عارفه انا هبله ولا إيه، بس سمعت كلامه يعني. والحمد لله انا عملتها وشفت ناس زيكم، ومبسوطه بيكم ومبسوطه بتعليقاتكم. اهو هتقول لهم ايه تاني بقى انت؟ اللي هو متنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، وأي فيديو تشوفوه زي ما قلت لكم تفعلوا زر الجرس لا، اي واللايك فيديو وكومنت يشوفوه جميل. المفروض ان هم يعملوا لايك وتعليق حلو، صح ولا لا؟ وتعالي. انا مش عارفه انتوا فهمتوه ولا لا من صوته. بجد صوته رايح وعنده برد وعندهم حساسيه اصلا كمان. الشتاء بالذات بجد بيبقى مقرف بالنسبه لي، عشان عندهم هم الثلاثه حساسيه. فربنا يشفيهم ويشفي اطفالنا كلها يا رب. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش بقى زي ما هو قال لكم اللايك والحاجات الحلوه بتاعتكم. يلا باي.